مؤخرا نزل فيلم باربي اللي خلق هوس كبير حتى وصل لتوابيت الموتى. ظاهر الهوس بموضة باربي ما تزال منتشرة، ففي المكسيك وعدد من دول أمريكا اللاتينية بدأت دور للجنائز بطرح توابيت وردية، وذلك عقب طرح فيلم باربي الأخير. هو جنون باربي الذي يجتاح أمريكا اللاتينية مؤخرا بحسب تأكيد بعض المغردين، ودفع صانعي التوابيت إلى تبطينها بأقمشة مزينة بصور للدمية الشهيرة وبعض رموز عالم باربي الوردية. وحاليا الهوس بفيلم باربي وصلت للموتى وبزاف ديال دور الجنازات. بدأت بتصميم توابيت باللون الوردي بأشكال وزخارف الدمية الشهيرة. باربي حد القبر، وهنا لمسات أخيرة لنعش أصبح جاهزاً، وبهذا الشكل تكون الجنازة. توابيت بالأعداد صممت لمهووسي باربي، فكرة قادتها شركات مكسيكية في حملة بعنوان هكذا يمكنك أن ترتاح مثل باربي. مجانين باربي يجتاحون الشوارع بعد فيلمها وإعلاناته، حمى ظهرت وتنوعت أشكالها وأماكنها. ولكن المفاجأة هي هالتوابيت لقات رواج كبير وأصبح الطلب على الصناديق الوردية زايد بكثرة. Publicamos el ataúd en las redes sociales, ¿verdad? En Facebook. Entonces empezaron a preguntar varias personas, estuvieron muy interesados, o sea, en qué consiste, cuánto vale. Tenemos el modelo económico y un modelo de lujo. El modelo económico lleva los herrajes más simples. El modelo de lujo, los herrajes son más grandes, las barras son mejor y el interior y el acabado de la pintura es mejor. ومن بعد الضجة الإعلامية اللي دار فيلم باربي اللي وصلت الأرباح ديالو أكثر من $1,000,000 كأول مرة لفيلم من إخراج امرأة. الفيلم حقق أكبر إيرادات منذ عام 2019 خلال افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع بلغت $365 مليون، متفوقا على فيلم أوبنهايمر الذي يتناول السيرة الذاتية لعالم الفيزياء مخترع القنبلة الذرية الذي حقق $180 مليون. ولكن بالرغم من التصدر ديالو لشباك التذاكر في العديد من الدول الغربية، ولكن كيقولوا بلي مخرجة الفيلم متحولة جنسيا. Welcome. Thank you so much, and thank everyone. This is so amazing. I mean, look at the mugs. I know. Our set design. This is really, it's bowling me over. We want you to feel at home, so. Yes, I need to be in my dream house at all times. وبزاف كيأكد أن الفيلم ملغوم، هادشي اللي خلى الفيلم يتمنع العرض ديالو في السعودية وقدر يتمنع حتى في الدول العربية الأخرى. أنا متأكدة إن مش أنا الوحيدة اللي حاسة بكده، وإن إحنا كلنا لما قرينا الخبر ده عندنا كمية غضب مش طبيعية. فيلم باربي اللي معمول للأطفال إنه يتمنع من السعودية ولسه بيتراجع في كل الدول العربية، يعني في احتمال كبير قوي إن هو يتمنع في كل الدول العربية تماما. فيلم زي ده موجه للأطفال، ومحددين كمان إن السن اللي بيتفرج عليه الفيلم ده يعني من أول 13 سنة كده، يعني فيها أطفال. وطبعا عارفين إن باربي موجهة للبنات أكتر طبعا. يعني يشاع يا جماعة بأنه فيلم باربي راح يتم منعه في عدة دول، علما إنه تأجل عندنا إلى حوالي 20 أو 40 يوم بحيث نروح نتابع اوبنهايمر براحتنا ما يتعارض مع شيء، ولكن ربما يتم منعه في حال إنه طلع فيه شوية خرابيط وأجندة وقلة حياة. الرقابة عندنا تقريبا أجلوا الفيلم شوية، دفوه قدام على بال ما يراجعوا الفيلم ويشوفوا إذا فيه قلة حياة ومسخرة وأجندة ويقرروا على ضوءها هل يتم منعه ولا يتم. وفي الاخير خاص بلادم يعرف فاش كيتفرج، كاين بزاف ديال الافلام كدوز السم في العسل. وما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناه وشي كومنت تحفيزي، وشكرا على المشاهده.